ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده هعمل لكم فيديو من العيار التقيل اللي هو ليون سينو 250. ناس كتير كانت بتسال عليه. الفيديو ده بقى هتعرفوا حاجات كتير قوي عنه. الموتوسيكل ده هز مصر كلها، بس الناس رجعت ورا منه عشان سعره. هنقول لكم ايه مميزاته وايه عيوبه وليه السعر هو غالي. اكيد كل حاجه الغالي ثمنه فيه. الموتوسيكل ده موتوسيكل حلو جدا وكويس جدا وكل حاجه، بس انا عارف ان ممكن سعره البادجت بتاعه عالي بالنسبه للناس. انا معاكم فيه. الموتوسيكل ده سعره 48000 جنيه، وانا في ناس كتير ما بتحبش تقول الموضوع ده في اول الفيديو عشان ما تقفلش الفيديو وما تكملش. لا، انا هقول لكم كل حاجه. بس هو الموتوسيكل فعلا ثمنه غالي، يعني الغالي ثمنه فيه. الموتوسيكل ده بيتميز بحاجات كتير جدا، واحنا لو جينا حسبناها اي بي سي بالنسبه النهارده للسوق، ان انا اركب موتوسيكل ايطالي 100% ايطالي 250 سي سي. النهارده لو اشتريت موتوسيكل 250 سي سي هوندا او اي ماركه تانية هتجيبه بكام؟ فاهم قصدي؟ بانطباعي انا مثلا بتفكيري ده موتوسيكل مثلا ستريت فايتر، راجل بتركبه دركسيون مسطره، قعدته مريحه، ممكن تسافر بيه. بس طبعا في ناس ما بتحبش الموضوع ده عشان ما يبقاش فيه سكرين والهواء بيخبط منك وكل حاجه. بس هو طبعا المانوفرنج بتاعه في السواقه حلو جدا لان هو جدون مسطره. تمام. النهارده نتكلم شويه عن حاجات اللي هي فيه. هم طبعا مروشين الدنيا ومغليين الدنيا، زي مثلا حاطين لك الفانوس اللي قدام زي ما انتم شايفين شكله تحفه، ودي ال سي دي. فدي حاجه طبعا بتبقى يعني تحفه في الشكل، وفي بالليل بالذات هتبان اكتر من الصبح. تمام. طبعا حاطين لك هنا عداد ديجيتال شبه التليفون كده لو خدتوا بالكم. تمام. زي ما انتم شايفين هنا ده عداد ديجيتال بيظهر فيه كل الحاجه، السرعه والحراره والبنزين وكل اللي انت تشتهيه يعني. فطبعا ده موتوسيكل مش بغلالين فيه. وان انا ما بقولش برضه عشان اللي بيتفرج على الفيديو ده مش موتوسيكل مثلا تاخده وتنزل تشتغل بيه. لا، ده اللي بيدور على الموتوسيكل ده وعايز يشتري الموتوسيكل ده فئه عايز تدور على حاجه للاستمتاع. انا راجل بدفع فلوس عشان خاطر اعمل ايه؟ استمتع بالموتوسيكل، اركب بالموتوسيكل نزاهه زي ما بيقولوا. فاهم قصدي؟ لكن اللي بيفكر يشتري الموتوسيكل ده عشان ينزل ياكل بيه عيش، لا، ده مش موتوسيكل اكل بيه عيش. انت عايز تاخد حاجه فيها اكل تاكل عيش، تشتري الحاجه اللي هي اكتر فارم اكتر. لكن ده موتوسيكل شياكه وكل حاجه. تعالى بقى نقول الاوبشنز اللي فيه شويه. زي ما احنا قلنا شفنا كده الفانوس، طبعا الاشارات معموله بشكل حلو جدا. تمام. ليد زي ما انتم شايفين هنا وهنا. تمام. الرفرف بتاعه شكله حلو جدا، وحاطين علامه الاسد دي اللوجو بتاعه، ومدخلين فيه 3 الوان، الفسفوري والرصاصي والاسود. ال3 الوان دول لايقين مع بعض، وفي نفس الوقت الفسفوري لون ضجه، يعني انا بالنسبه لي لون ضجه. بالنسبه للجنط زي ما انتم شايفينه جنط شيك جدا 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 جدا. يعني ده الجنط ده 17 عرض الكاوتشه 110 70 على 17. طبعا الفرامل برضو زي ما انتم شايفين. على فكره الطنبوره دي لما بتبقى شكلها كده زجزاج غير الطنبوره المقفوله، دي بتبقى طنبوره سبور عامه عشان الهواء. الفتحات دي عشان خاطر الطنبوره دي لما تسخن ده الهواء بيعدي، فده بيبقى تبريد للطنبوره، غير لما هي تبقى لحميه واحده. عشان الناس بتسال ايه فرق شكل الطنبوره من الطنبوره دي. على ماستر فرامل زي ما انتم شايفين، مساعدين مقلوبه، ودي طبعا بتبقى كنترول اكتر للفرامل. لما تيجي تدوس بريك قدام، المساعدين دول بيبقوا ماسكين نفسهم اكتر. طبعا زي ما انتم شايفين في حاجه بقى حلوه جدا في الموتوسيكل ده بالذات. لو جينا اخدنا بالنا مكتوب هنا عندنا كيو سي. تمام. يعني ايه كيو سي؟ يعني كواليتي كنترول. يعني الحاجه دي اتراجع عليها مسمار. لو جينا بصينا عند المسمار ده هنلاقي ان في ماركر كده لونه احمر، ده كده اتعمل له ماركر. يعني هنا واحد شايك على الحته دي. هنيجي مثلا تحت المساعدين المسامير دي عليها ماركر اهو، يبقى ده كده حد عمل تشيك ان المسمار ده اتربط كويس. فاهم قصدي؟ عشان الجوده راجع ورا اللي قفل الموتوسيكل ده على خط انتاج، في راجل مدير راجع وراه عشان يقول ان هو الحته دي اتقفلت واخدت الكواليتي كنترول. في الحته دي كويسه جدا في نظام التقفيل عشان الناس كتير بتسال عليها. لو جينا هنا اهو هنلاقي برضو الخرطوم بتاع الباكم. الموتوسيكل ده تبريد ميه زي ما انتم شايفين الريداتير. تمام. وده نازل جوه على الموتور. دي طبعا نتكلم على الكادر. زي ما انتم شايفين الكادر ده مدعم جدا. الكادر ده انا من اكتر يعني الشاسيات اللي بحبها كده، ودي فكره متاخده من دوجاتي. طبعا ده بيبقى متحمل جدا غير الكادرات اللي بتبقى على خط واحد لاين واحد زي دي. لا، بل بالعكس هو متدعم تدعيم كويس جدا، وفي نفس الوقت مدي شكل حلو جدا وشيك للناس كتير. زي ما انتم شايفين ده الماستر. طبعا بصوا بقى الاستارزات، يعني الشياكه كلها. شايف منظر الستارز عامل ازاي؟
يعني بص المنظر شكله جميل جميل، والجاكمان زي ما انتم شايفين السحبه بتاعته حلوه جدا. تمام. بالنسبه طبعا للفرده اللي ورا عاملين لها براكت نمر محترم جدا، وعاملين له ليد هنا، بحيث ان انت يعني معلش انت دافع فلوس في موتوسيكل، انت راجل يعني بتتمتع بالموتوسيكل. طبعا هنيجي للفانوس اللي ورا، طبعا LED فانوس خلفي ليدات هو والاشارات. الكرسي بتاعه مش كبير قوي، يعني مثلا لو هنا قعدنا عليه ايه رايكم؟ القعده بالنسبه لي انا كاسامه مرتاح، مش متزاول. بس هنا طبعا الكرسي اللي ورا صغير شويه، فاهم قصدي؟ ممكن يبقى ليه فكره يعني ان احنا نعمل له باك ريست صغير كده، حاجه بسيطه خالص، في نفس الوقت تبقى مش رخمه فيه. اكتر حاجه مش عجباني في الموتوسيكل ده المرايات بتاعته يا جماعه بصراحه، يعني المرايات صغيره، انا مش معاهم في الفكره دي. حجم المرايه المفروض كان يبقى اكبر، لان انا راجل راكب موتوسيكل عايز الابعاد كلها اشوفها كويسه. المرايه صغيره شويه الحجم بتاعها، دي فكره طبعا. ويعني ممكن الناس لما تشتري الموتوسيكل ان شاء الله ممكن تبقى تعدل المرايات باشارات بقى وتدلع نفسها. يعني الهورس باور بتاع الموتوسيكل ده 25، فده موتوسيكل مش ضعيف، بل بالعكس موتوسيكل بيجري على 250 سي. طبعا السعه اللتريه هي 12 لتر ونص، وال 12 لتر ونص مش كتار، بس على قد التانك بتاعه على قد المسافه بتاعته. ف 12 لتر ونص، والنهارده لتر البنزين ب 7 ونص، يعني ممكن التفويله بتاعته تعمل له 100 جنيه مثلا او 95 جنيه، فدي حاجه كويسه جدا. بص هو باختصار الموتوسيكل عامه شبابي وموتوسيكل رياضي جدا زي ما انتم شايفين شكله وكل حاجه. طبعا اي حاجه هتعوزوها احنا عندنا هنا خدمه ما بعد البيع في المقر بتاع سموحه تبع توكيل بنيلي. ممكن اكون بتكلم بسرعه بس شويه، فاعذروني في النقطه دي. خلي بالكم بس يا جماعه، عشان في رساله انا عايز اوجهها للشخص اللي ورا الكاميرا ده. الشخص ده والله فعلا لو هتدخلك نفسك في الفيديو والله العظيم ثلاثه، وهو اللي مظبطني ومنجحني في القصه دي كلها. اشكروه قبل ما تشكروني ان شاء الله. اي حد عنده اسئله وعنده مثلا حاجه عايز يسال عليها، هستناكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. هستناكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.